هتاكل ايه؟ أكلة مشهورة، نعم، بالفن. معجونة ازاي؟ هتعرف هنا مع كل فزورة مطبوخة بأفلام وأغاني وكمان مسلسلات في فوازير. أكلة مفنونة. يا مساء الفل والضحكة الحلوة، معاكم مونيكا ميشيل، وجايبة معايا حل طبق امبارح، والحل هو مسلسل شربات لوز. ويلا بينا نلعب بفزورة جديدة بأكلة مفيدة. وحالا هنكشف طبق النهاردة اللي مخبلنا أكلة مفنونة. في فيلم قديم فايزة غنت عن حاجة حلوة والتانية بتزين، واحدة ليها طعم والتانية ليها لون. لو فكرت في الأغنية هتلاقي سحر الفنون. اسمعها وتسلطن من أول ثانيتين، هتعرف إن الحكاية في كلمتين. والآن هنسيب الفزورة المفنونة وهنعرف عن الأكلة معلومة. الأولى، هاخدك ونروح لبعض مناطق في سلطنة عمان، وهناك هتشوف تقليد شعبي وهو سباق. أول لما تطلع أول ثمرة في الشجرة الضخمة في الموسم بتاعها، كل الأهالي هتشوفهم بيباركوا لبعض. وما تتفاجئش لما تشوفهم بيتحدوا بعض مين اللي هيطلع الشجرة الضخمة دي الأول وياخد بسرعة الثمرة دي. واللي هيعمل كده بيقولوا عليه الملك، وفي ساعتها الناس كلها بتبارك له وبيحتفلوا بيه. والتاني بيستخدم في الرسم على الجسم. لو رحت الأمازون هتشوف القبائل هناك بيستخدموها في الرسم على جسمهم، مش للزينة، لأ، ده كل ما تكتر الرسوم دي كل ما يكون الشخص ظاهر للناس إنه أكتر واحد قوي. ها، وصلت لحل الفزورة؟ طيب خمنت شوية ايه هي بالظبط الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. وهنا خلاص شبعنا وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنوني بكرة أول لما تدق 7:30 بالظبط هاجي ومعايا الحل، وكمان فزورة جديدة هنلعب بيها سوا من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.